في نفس الاطار ديال نعم. السؤال اللي سولو السي محمد، في حاله الى الاستاذه منيب ولات رئيسه حكومه، انا اولا كنقول بان يعني في الوضع الحالي ديال اليسار، نعم. يعني يستحيل انه حزب يساري صغير انه يوصل للحكومه. واش ما كاينش شي مشروع اولا توحيد الاحزاب الصغيره ديال اليسار، نعم. ثم مشروع توحيد اليسار بصفه عامه؟ وهذا حنا شفنا التجربه ديال ميلونشون في فرنسا، وي. اللي هو جا من حزب بالفعل. يعني يساري راديكالي كما كيسميوه، فاذا به يوحد اليسار لان راى يعني تغول الراسمال. وانت في واحد المداخله من المداخلات ديالك اللي تبعتها انك تحدثتي بانه يتم الان قتل السياسه لحساب الراسمال ولحساب الامبرياليه. فعلاش يعني انهم يتم اولا بناء اليسار، عاد نقدروا نفكروا انه نطرحوا الافكار اللي كطرحها الاستاذه منيب. اذا بقى الاستاذ منيب برلماني واحد او بجوج ديال البرلمانيين، وكل حزب صغير عنده تمثيليه ولا ما عندوش، وفي حين انا حتى داخل حنا كنعرفوا حتى داخل اليسار التقليدي راه باقي الناس اللي ما راضيينش على مثلا على الاتحاد الاشتراكي وما راضيينش على التقدم الاشتراكيه، وعندهم يعني غيره على الوطن، ولكن ما كيلقاوش رسوم داخل يعني داخل الاحزاب الموجوده حاليا. واش ما كاينش مشروع ديال توحيد اليسار في المغرب؟ شكرا سي محمد بحسي على هذا السؤال العميق اللي بوحدو خاصو حلقه. انا كنقول بانه اليسار كفكر كوني عرف واحد المرحله ديال المد، ودابا حنا في واحد المرحله اللي هي ديال الجزر، خصوصا بعد انهيار ديال جدار برلين والتسيد ديال الامبرياليه يعني والنظام الراسمالي على مناحي الحياه كلها. ولينا يعني ان الاقتصادي والمالي يعني يتفوق على السياسي، وان اصحاب الاموال يعني الابناك الكبرى وصندوق النقد الدولي هي اللي كتوجه السياسات، ولاو انه كيهمشوا الاحزاب وكيوضعوا في بلاصتها يعني هادو التكنوقراط اللي هما خصهم غير يطبقوا التوجيهات. حنا عانينا كيسار مغربي اللي هو كان قوه مناضله، يعني عانت من سنوات الجمر والرصاص وقدمت تضحيات الجسام، ولكن من نهار جدار ديال برلين يعني الدولة المغربية كدول أخرى يعني استغلت هذه الفرصة من أجل توجيه الضربات المكملة، لأنها كانت كتوجه له ضربات في سنوات الجمر والرصاص باش يمكن لها نوصل لهذا الوضع ديال البلقنة ديال اليسار. يعني اليسار مبلقن وضعيف وغير قادر. استعملت واحد العدد الأدوات، من ضمن هذه الأدوات حنا كنعرفوا بأن الروافد ديال اليسار كتجي من الجامعه والباحثين المثقفين. يعني اولا الدوله المغربيه كانت واحد الوقت منعات التدريس ديال الفلسفه باش حنا ما نبقاوش ما يكونش الحس النقدي، ما يكونش حتى حاجه. الجامعات دخلت لها واحد الفكر اللي هو ماشي غير محافظ، يمكن نتكلموا عليه رجعي، لمحاربه المد اليساري. اذا اليسار المنابع والروافد اللي كانت كتمدوا بالكفاءات ما بقاتش، تم تجفيف هذه المنابع. رغم ذلك اليسار المغربي حاول وبسرعه انه امام هذه البلقنه يوحد. الحزب ديالنا كان من اول المبادرين، يعني اننا بنينا هذا الحزب الاشتراكي الموحد بتجميع قوى يساريه. ولكن المشكل اللي وقع لنا هو اننا خطأنا، كنا نظن بان التجميع العدد هو الذي سيعطي القوه. بالعكس هو الصحيح، يعني القوه هي اللي كتعطي شي حاجه. يعني خاص كل هذه المكونات اللي غادي تجتمع تكون قويه وتجتهد وتكون عندها هياكل. حنا جينا من تجربات مختلفه، من ثقافه مختلفه. مثلا انا جيت من حزب منظمه العمل الديمقراطي الشعبي اللي جات من حركه 23 مارس، عندنا حزب، عندنا قطاع الجامعيين الديمقراطيين، عندنا جرائد، عندنا شباب، عندنا هياكل. جاو معنا يعني يسار كان كيتسمى انذاك راديكالي، ولكن ما عندوش هذه التجربه، وكاين اللي عمره ما شارك في الانتخابات لا والو. وهذا الشيء ضعفنا وجعلنا كنقتسموا غير الكراسه من بعد. وحنا تنبهنا ربما ماشي بسرعه بانه المسار ديال الوحده التي تعني الانصهار ما خدامش. ولهذا التجربه اللي شفتوا ليها ديال ميلونشون، حنا كنعملوا الدراسات المقارنه وبان لنا بان العمل اللي كيقوم به ميلونشون عمل متميز، وكذلك العمل ديال الثورات المواطنه في امريكا اللاتينيه عمل متميز. يمكننا ناخذ منه بعض الدروس التي هي كالتالي: حنا ما محتاجينش الوحده يساريه انصهاريه، حنا محتاجين لمشروع يكون واضح المعالم، واننا محتاجين ان نهبطوا بثلاث يعني بكلنا باش نعملوا ثلاثه الامور. شنو هي المساله الاولى؟ هي اننا النضال داخل المؤسسات. واخا دابا كاين واحد راه الا كنتي قدام الاميين راه بعدا على الاقل ربما انا كنعتبر راسي بحال المراه ديال دوك الناس اللي في البرلمان، البعض منهم لانهم يعني ما عندهم لا تكوين سياسي، ما عندهم لا مبادئ، ما عندهم حتى شي حاجه.
التواجد واخا يؤلم، لانك ما كيمكنلكش تاخذ الكلمه، ما كيمكنلكش تاثر. مثلا انا اقترحت يعني القانون العفو العام باش يخرجوا الشباب ديال الريف اللي هما معتقلين لانهم سجنوا ظلما، باش يخرجوا الصحفيين عمر رادي والريسوني الذين اعتقلوا ظلما لان تكلموا على خدام الدوله القدماء والجدد. هذاك المشروع القانون العفو العام همشوه لان ما عندش قوه عدديه باش يمكن. اذا حنا قلنا اليسار خصو في الساحه، ولهذا من ضمن الامور ديالنا حنايا دعم الحركات الشعبيه اللي هي مشروعه، خصها تلقانا في الساحه مع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، الممرضين اللي مكرفسين، الاطباء اللي مكرفسين، العمال اللي مكرفسين، الفلاحه الصغار اللي مكرفسين، الامهات اللي مكرفسين. هذه الفئات كلها الواسعه اللي بينت الجائحه كورونا بان مع كل اسف 23 مليون د المغاربه على 35 مليون محتاجين الاعانه، والدوله ما مستعداش باش تعاونهم اليوم. لهذا اذا خصنا ندعموا هاد الناس. ثانيا داخل المؤسسات خصنا نشتغلوا. ثالثا خصنا نخدموا على الواجهه الثقافيه، لانه اليوم الا بغينا نخرجوا من التبعيه خصها تكون عندنا يعني نخبه مثقفه. ولهذا حنا كنامنوا وضعناها في المشروع ديالنا، حنا مقبلين على المؤتمر ديالنا انه بغينا جبهه شعبيه للنضال الديمقراطي باش يحصل التغيير الديمقراطي في بلادنا. اذا اللي عنده شي قوه يجي ونتذكروا على المشروع، راه باين في المعالم الكبرى ديالو: الديمقراطيه، المواطنه الكامله، العداله الاجتماعيه، العداله المناطقيه، المدرسه بالمجان للجميع، الصحه بالمجان للجميع. اللي عنده باش يخلص بغى يمشي للسبيطار الامريكي الله يعاونو، ولكن اغلبيه السحيقه تلقى فين تكون طرق، السكن لائق. بارك علينا من هذا الاحتكار والريع، وبركه من الظلم، وبركه من السطو على الاراضي. وبغينا اصلاحات ضريبيه باش يكون توزيع عادل للثروات. بغينا هذا الشيء كامل. الدوله عندها امكانيات باش يكون هذا الشيء كله بالمجان؟ معلوم، لانه اليوم الكلفه ديال يعني الفساد اللي كاين، يعني هذا الرشوه وهذا الشيء اللي كاين في البلاد، يعني كيفوق 5% من الناتج الداخلي الخام ديال البلاد. 5% هي تقريبا واحد 7 المليار ديال الدولار، 70 مليار، يعني راه بزاف هادشي. هاد الفلوس هادي يمكن لنا نمولوا بها الحمايه الاجتماعيه، هاد الفلوس هادي يمكن لنا نبنيو واحد العدد المدارس، واحد العدد المستشفيات. يعني اذا كاين، والدوله ملي ما باغياش تحارب الفساد كتضيع علينا فرصه. ثم انه الضرائب اليوم في القانون المالي يقولوا الدوله ما باغيش. الدوله شكون على من كتقصد ديال الدوله؟ الدوله راكم كتعرفوا الدوله حنا عندنا ملكيه، عندنا واحد الدوائر اللي هي كتستفد اللي جامعه ما بين السلطه السياسيه وسلطه المال. وضمنهم يمكن راكم كل شيء المغاربه كيعرفوا رئيس الحكومه الحالي يعني اكبر رجل اعمال في المغرب، هو اللي كيبيع لنا البترول، هو وعائلات اخرى. هذا الشيء يعني كيف يعقل؟ اللي خاصو يكون في السياسه خاصو يكون بعيد على مجال كيقولوا الا دخل الحاكم في التجاره فسدت السياسه وفسدت التجاره بنفس الوقت. ولهذا انا كنقول بانه كاين بزاف الحويجات اللي يمكن لنا نعملوهم في بلادنا. انه الدوله الا دارت اصلاح ضريبي، حنا يعني داروا جوج المناظرات في المغرب كتبين كيفاش خصها تكون الاصلاح الضريبي، باش نوسعوا الوعاء، باش اللي عنده يخلص واللي ما عندوش يستافد. لا، هاد الناس كيحطوا على الموظف. هاد الناس في هذا القانون المالي ديال هذه السنه قالوا بانه الشركات اللي كتربح قل من 100 مليون ديال الدرهم وهذيك اللي كتربح غير شويه جمعوهم كلهم في 20%، في حين هذوك الصغار كانوا كيخصوا 10%. ولكن الكبار كانوا كيخصوا. هذا الشيء كاين حتى في الدول الاوروبيه. دابا حيت المنحه هو النيوليبراليه المتوحشه. لان الفلوس خصنا نزيدوا نعلفوا ذاك المعلوف، ذاك السمين، خصنا نعلفوه. خصنا هذاك اللي عنده الفلوس يربح اكثر، وهذاك اللي ما عندوش خصنا نفقروا ونحيدوا له الجلده باش يبقى تابع ويبقى ما يقدرش يدير لا ثوره لا بالسلاح ولا حتى بالكلام. الناس ولات كتضرب مع القوت اليومي، كتضرب مع هذه. ولهذا انا بالنسبه لي خاص اصلاحات عميقه سياسيه على مستوى الدستور، على مستوى المؤسسات، على مستوى استقلال القضاء، على مستوى الاداره. هادشي كله كيضيع الفلوس. واحد كيجي يبقى ناعس ما كيديرش شغلو راه كيضيعنا. حنا دابا كيقول لك 4 ايام الكونجي سيروا في اوروبا، النهار ديال الكونجي كيقيموه، كيقول لك هذا النهار الكونجي كيسوى شحال ديال الملايير. حنا 4 ايام ديال النعاس بحال حتى شي حاجه ما كاينه. اذا هادشي يمكن اللي مخلي ولادنا ما يمشيوش. بالفعل هذو كلها امور كتدفعهم. كيقول لك انا نمشي نضيع وقتي نبقى ندور بين الادارات. بغيت غير يعني باش يعطوني الامكانيه باش نكون الملف ديالي ونستثمر، غادي نضيع الوقت ديالي. غادي يقول لي راه رشوه، هذا فلوسي اللي غادي نستثمر نبدا نفرق فيهم انا بالرشاوي. هادشي انا كننزه واحد العدد الناس اللي ما كيقبضوش الرشوه وكيقوموا العمل ديالهم مزيان وكل شيء في المغرب، باش ماشي نجمعوا كل شيء في سله واحده. ولكن الدوله مغمضه عينيها على هذا الشيء، ما خصهاش تغمض عينيها. انا بالنسبه لي الدوله مسؤوله باش تكون نزاهه وتكون محاسبه، باش يمكن تشجعوا وليداتنا يدخلوا يستثمروا في بلادهم. نمشيو لفاصل اعلاني نستنقوا هذا الملف هذا، وعندنا ملفات اخرى
وكذلك الاخوه كيزاحمونا خصهم يتصلوا باش يعطوا اسئلتهم، وربما كاين اسئله كثيره من بيناتها كيقول سي نور الدين الطويل الاعلامي بمغرب تي في: اتذكر انني طرحت هذا السؤال على العثماني حين زار مدينه انتوربن أنفيرس، يعني قبل ان يصبح رئيس الحكومه، وعدا بالكثير، ولكن عندما اصبح رئيس الحكومه لم يلتفت الينا، لم يلتفت ابدا للجاليه. السؤال راه ذكره قبل، هو انه ماذا ستفعلون من اجل التواصل مع الاجيال، لان السي الطويل هو بالمناسبه اب وجد، وهو من الجيل الثاني، وكيتحدث عن الاجيال، يعني ماذا بقى متذكر السي محمد بحسي هذه النقطه هذه. غنمشيو فاصل اعلاني ونسعى نرجعوا لهذه النقط هذو. مشاهدينا الكرام، نبقاو مع فاصل اعلاني قصير ونعود اليكم من جديد.